حانت لحظة الحقيقة. تعال أعلمك بقى أسلوب الربط الخاص بالذاكرة. تعال أعرفك إزاي تعرف دماغك بتسجل المعلومات وبتخزنها إزاي عشان تقدر تحفظ أي حاجة أنت عاوزها. وأنا هنا بقولك إنك دلوقتي حالا هتعرف إزاي تحفظ أكتر بكتير مما كنت قبل كده. تعال أعرفك إزاي تحفظ ليست فيها على الأقل 20 بند وبالترتيب وبسهولة كبيرة كمان. احنا المفروض كنا هنقول فكرة كتاب الدليل الكامل للتحكم في الذاكرة، بس بصراحة لقيت ان الموضوع كبير والكتاب تقريبا 450 ورقة وفي اختبارات وتدريبات، فقلت الافضل اعمله لك بالشكل ده عشان انت لو مش فاضي كل اللي عليك تعمله تعرف الطريقة اللي بتقدر تحفظ بيها وبعد كده تنفذها وتحفظ بيها اي حاجة انت عايزها. نزلنا 6 اختبارات قبل الفيديو ده، الكاتب عملهم كتحدي عشان تشوف مستواك الحالي في التذكر عامل ازاي، والمفروض انك تختبر ذاكرتك الاول وتروح تسيب لي كومنت بنتيجتك عشان لما تتدرب ترجع تنفذ اللي اتعلمته وتشوف هتجيب كام وتلاحظ الفرق بنفسك. من اول اختبار انك تحفظ 20 بند وبالترتيب، وده اللي انا هعلمه لك حالا. اول حاجة لازم تبقى عارف ان الذاكرة المدربة هي ذاكرة بتفتكر بسهولة، وهي ذاكرة اتدربت على انها ازاي تكون صور ذهنية. عشان تحفظ اي حاجة دايما حاول تربطها بصورة ذهنية، بس الفكرة هنا مش اي صورة ذهنية، ده لازم ان الصورة الذهنية دي تكون حاجة مثيرة للسخرية على قد ما تقدر. تعال اقول لك ازاي. دلوقتي احنا معانا ليست فيها 20 بند هتقدر تحفظهم بالترتيب في وقت قصير بشكل انك ممكن ما تصدقش انك حفظتهم اصلا. الليستة دي مكونة من الحاجات اللي حضرتك شايفها دول 20 بند. خلي بالك اسلوب الربط او الترابط اللي بتحفظ بيه ده هو الذاكرة. تعالى نتعلم مع بعض ازاي نكون صور مثيرة للسخرية ونربطها مع بعض من الليست دي. اعتبر الموضوع انه لعبة والموضوع فعلا بسيط وانت هتشوف بنفسك. اول حاجة هنعملها انك هتتخيل البند الاول اللي هو السجادة. طبعا كلنا عارفين السجادة وعارفين شكلها. تخيل على طول سجادة في بالك، بس انا هنا مش بقولك تأمل كلمة السجادة، انا بقولك تخيل سجادة فعلا. ممكن تكون سجادة عندك في البيت، سجادة عندك في الشغل، سجادة مميزة بالنسبة لك. انا قلت لك من شوية انك لازم تربط عشان تعرف تسجل، فكل ما كانت السجادة اللي تخيلتها دي مربوطة بسجادة انت عارفها وحافظ شكلها كل ما كان افضل انك تفتكرها بسهولة. خلاص كده تخيلت السجادة، كده اول بند اللي هو السجادة، سجادة مميزة في دماغك انت عارفها كويس. البند التاني الورق. اول خطوة للذاكرة المدربة هي الترابط او الربط. عايزين نربط بقى السجادة بالورق، بس الترابط ده يكون ترابط مضحك او مثير للسخرية زي ما احنا بنقول، او حاجة تخيلها بالنسبة لك حاجة مثلا مسخرة او حاجة غريبة جدا. ممكن مثلا نتخيل السجادة اللي موجودة في بيتك اللي انت تخيلتها دي وكأنها معمولة من الورق، وانت بتمشي عليها كده بتعمل صوت كرمشة الورق. هو ده كده التخيل بتاع السجادة اللي معمولة من الورق. وممكن برضو تتخيل ان السجادة اللي معمولة من الورق دي انت قاعد بتكتب عليها بدل الورق. تمام؟ شايف الترابط عامل ازاي؟ انت بتعمل ترابط مش منطقي انك تلاقي سجادة معمولة من الورق وانت بتتمشى عليها بتتكرمش. هو ده الترابط اللي احنا بندور عليه وعايزينه. يجيش واحد يقول لي انا هتخيل سجادة مرمي عليها ورقة، لان ده مش ترابط كويس، دي صورة منطقية. الصورة لازم أن تكون مش منطقية ومثيرة للسخرية ان يحصل فعلا الترابط وتفتكرها بعد كده. لو الترابط منطقي صدقني مش هتفتكره. الفكرة هنا انك فعلا لازم تتخيل الموضوع ده عشان فعلا تفتكره. لازم أن يكون في دماغك دلوقتي صورة السجادة اللي معمولة من الورق وبتتكرمش وانت ماشي عليها، والا غير كده مش هتفتكرها. الكلام ده ممكن ياخد منك ثانية دلوقتي، بس بعد كده عشان تتخيل وتفتكر الموضوع مش هياخد منك وقت خالص. خلي بالك انت مش بس بتشوف كلمة سجادة ولا كلمة ورقة، لا، سجادة انت عارفها كويس وربطتها بشكل مثير للسخرية مع الورقة. ممكن تغمض عينك لو عايز تتخيلها كويس، بعد كده الموضوع هتاخد عليه بسهولة. يلا كمل معايا. اول ما تتخيلها ما تفكرش فيها تاني وندخل على الخطوة اللي بعد كده. كده الحاجة اللي احنا فاكرينها دلوقتي هي الورقة، صح كده؟ الخطوة اللي بعد كده اننا هنربط الورقة بالبند اللي بعد كده وهو الزجاجة او الازازة. انت هنا مالكش دعوة بالسجادة خلاص، كل اللي بتفكر فيه هو الورقة دلوقتي. عايزين نربط الورقة بشكل مثير للسخرية مع الزجاجة. ممكن مثلا اتخيل ازازة كبيرة جدا وفيها ورقة كبيرة جدا لدرجة انك استغربت من حجم الازازة والورقة اللي جواها. ممكن نتخيل ان معاك ازازة حاجة ساقعة وانت بتحاول تفضيها لقيتها بتنزل ورق كتير بدل الحاجة الساقعة. خلينا ناخد ده ان هو الترابط اللي احنا عايزينه. مثلا يبقى الازازة بتيجي تنزلها كده لقيتها بتنزل ورق كتير جدا وانت بتفضيها. كده احنا ربطنا السجادة بالورقة والورقة بالازازة.
طبعا انا مش عايز كل شويه اعرفك اهميه الصور الذهنيه واقعد كل شويه اقول يكون الترابط اللي هتعمله غير منطقي ومثير للسخريه، بس مش لدرجه انك تقعد مثلا نص ساعه تفكر وتتخيل اكتر صوره بقى مش منطقيه ومش معقوله. الكلام مش كده طبعا. اول صوره مش منطقيه تيجي في بالك اعتمدها على طول. خليك معايا دلوقتي، احنا عرفنا السجاده وانت بتمشي عليها بتتكرمش عشان معموله من الورق، وعرفنا ان معاك ازازه حاجه ساقعه بتحاول تفضيها لقيتها بتنزل ورق كتير جدا كانك بتدلق منها الورق. البند اللي بعد كده هو الفراش او السرير. يعني ازاي بقى نربط ما بين الازازه والسرير؟ ممكن مثلا تتخيل نفسك انك نايم على السرير والسرير ده جوه ازازه كبيره، تمام؟ تخيلتها في نفسك دلوقتي كويس؟ طيب نعتمد ده ونخش على اللي بعده على طول. حاليا اخر حاجه في بالنا هو السرير، والحاجه الجديده اللي عايزين نفتكرها هي السمكه. ازاي نربط ما بين السرير والسمكه؟ ممكن مثلا تتخيل سمكه كبيره قاعده على السرير بتاعك ومتغطيه ونايمه وبتشخر كمان. جميله، نعتمدها. طب يلا على اللي بعده. سمكه وكرسي. ممكن مثلا نشوف سمكه كبيره ضخمه قاعده على الكرسي وحاطه رجل على رجل، او انت مثلا عمال تصطاد من البحر كراسي بدل السمك. خلينا مثلا ناخد ان سمكه قاعده على كرسي وحاطه رجل على رجل، انا شايف ان ده افضل يعني. ويلا على اللي بعده. كرسي والنافذه او كرسي وشباك. تخيل مثلا قدامك شباك ورحت انت ماسك كرسي وحدفته من الشباك والازاز اتكسر وبهدل الدنيا. تأملتها؟ طب يلا على اللي بعده. الشباك والهاتف. النافذة والهاتف أو الشباك والتليفون. ممكن مثلا تتخيل إن الشباك ده معمول من شكل القرص التليفون بتاع زمان، فاكره اللي هو كنا بنلفه كده ده؟ بتيجي تتصل بتروح على الشباك وتقعد تحرك بإيديك القرص عشان تطلب الرقم. تأملتها؟ يلا على اللي بعده. الهاتف والسيجارة. تخيل مثلا انك ماسك سيجاره كبيره كده وعماله تطلع دخان وانت حاططها على ودانك وبتتكلم منها بدل التليفون. تخيلتها؟ اللي بعده. السيجاره والمسمار. تخيل مثلا انك بتدخن مسمار بدل السيجاره، او مثلا انت ماسك سيجاره مولعه وبتدقها في الحيطه بدل المسمار. تخيلتها؟ يلا على اللي بعده. المسمار والآلة الكاتبة. هنتخيل مثلا ان الآلة الكاتبة قدامنا زرايرها عبارة عن مسامير بتشوكك كل ما تيجي تكتب حاجة. تخيلتها؟ يلا بينا على اللي بعده. الآلة الكاتبة والحذاء. انا اتخيل مثلا ان عندنا جزمة كبيرة جدا بس فيها زراير من قدام وكل شوية عمالين بنكتب على الجزمة بدل ما بنكتب على الآلة الكاتبة. تخيلتها؟ يلا بينا على اللي بعده. الحذاء والميكروفون. تخيل مثلا انك ربطت رجليك باتنين ميكروفون كده وانت ماشي كده برجليك الاتنين على الميكروفون بدل الجزمة. تخيلتهم؟ يلا بينا على اللي بعد كده. الميكروفون والقلم. تخيل انك ماسك الميكروفون اللي الناس بتتكلم فيه وانت عمال بتكتب بيه بدل القلم. اللي بعد كده القلم والتلفزيون. هنتخيل مثلا قلم كبير جدا باللبيسة بتاعته ومحطوط عليه التلفزيون وقاعد بتتفرج على ماتش في القهوة. تمام؟ اللي بعد كده التلفزيون والطبق. هنتخيل مثلا ان الحوض بتاع المطبخ بتاعك مليان تلفزيونات والمفروض انت هتغسل التلفزيونات كلها عشان كنت بتاكل عليها. اللي بعد كده الطبق والحلوى. تخيل مثلا انك في مطعم كباب وكفتة ودخلت لقيته بيقدم لك الكباب والكفتة دي على قطعة بسبوسة بدل الطبق. انت متخيل؟ اللي بعد كده الحلوى والسيارة. تخيل مثلا علبة لبان كبيرة قاعدة بتسوق عربية قدامك. طيب اللي بعد كده السيارة وإبريق القهوة أو كنكة القهوة يعني. هنتخيل كنكة القهوة على شكل عربية نص نقل وانت بتفضي القهوة بتاعتك من العربية النص نقل دي. طيب وبعد كده إبريق القهوة وقالب الطوب. ما عندكش حاجة تعمل فيها القهوة فخرمت قالب الطوب وحطه على النار وبتسخن فيه القهوة بتاعتك. بس يا سيدي كده كل حاجة. لو شفت فعلا كل الصور الذهنية دي وركزت فيها واحنا بنتكلم مش هتكون عندك مشكلة انك تفتكر ال20 بند وبالترتيب من السجادة لقالب الطوب. خلينا نشوف اذا كنت افتكرت ولا لا. اول ما تفتكر السجادة هتفتكر ايه؟ الورقة، صح كده؟ لان انت كنت ماشي على السجادة دي اللي معمولة من الورق وكانت بتتكرمش وبتطلع صوت الكرمشة. طيب والورقة دلوقتي فكرتك بايه؟ بالازازة. فاكر لما قلت لك ان في ازازة كبيرة فيها ورقة او انت بتصب حاجة ساقعة والحاجة الساقعة دي بدل ما بينزل الحاجة الساقعة بينزل ورق كتير جدا؟ نفس الموضوع. يبقى احنا كده افتكرنا الازازة. يبقى الازازة دلوقتي فكرتك بايه؟ بالسرير عشان انت كنت نايم على سرير جوه ازازة، صح كده؟ الموضوع سهل وبسيط كل ما كان فيه ترابط فعلا مش مفهوم وترابط غريب. اللي بعد السرير السمكة، لانك دخلت لقيت السمكة متغطية ونايمة وبتشخر على السرير بتاعك. الموضوع حلو صح؟
الطريقة دي لما تتعود عليها حرفيا سحر، هتفتكر كل اللي انت عايزه بسهولة جدا. بص بصراحة ممكن ده يبقى صعب في البداية على بعض الناس، ويكون عندك صعوبة انك تتخيل الصور الذهنية الغريبة اللي احنا بنتكلم عليها، بس بعد فترة لما تعمل الموضوع ده اكتر من مرة صدقني هتتفاجئ من نفسك. وعشان اسهل عليك كمان، بص 4 قواعد استخدمهم هيساعدوك تتخيل الصور الذهنية الغريبة دي. اول حاجة لازم تتخيل الاشياء في غير حجمها الطبيعي، حاجة ضخمة جدا، حاجة كبيرة جدا، لازم تتخيل الحاجات بالمنظور ده. 2، كل ما تخيلت الحاجة اللي فيها حركة العنيفة المحرجة كان سهل عليك تفتكرها. فاكر لما قلت لك انت هتمسك الكرسي وهترميه من الشباك تكسر الازاز في كل حتة؟ كده احنا ربطنا الكرسي بالشباك، ودي الصورة اللي بتحبها دماغك، الصورة اللي فيها عنف واكشن اسهل عليك تفتكرها من الصورة المبهجة. رقم 3، فكر في عدد او كم مبالغ فيه. فاكر لما قلت لك انت بتصب الورق من ازازة الحاجة الساقعة، ورق كتير جدا كأنك بتدلق الورق كمان، ده اللي احنا بنتكلم عليه. الحاجة الرابعة والأخيرة، استبدل حاجة بحاجة، تدخل مسمار أو تدق سجارة مثلا بدل المسمار، يعني حاجات زي كده. خص القواعد ال4 دول: الضخامة، الحركة، المبالغة، الاستبدال. كل ما استخدمت طريقة أو طريقتين وانت بتتخيل الصور الذهنية من دول، كل ما هتقدر تكون صور غريبة. الصور الغريبة دي هتكون سهل ان انت تفتكرها. ما تتحدى اصحابك بقوة ذاكرتك دلوقتي بعد ما عرفت السر، اكتبوا قائمة مثلا وانتوا قاعدين مع بعض وشوفوا مين اكتر واحد هيفتكر الحاجات اللي انتوا كتبتوها وبالترتيب. واجمل حاجة في الموضوع ان لو بعد ساعتين 3 حد جه قال لك ايه اللي بعد السجادة، هتفتكر على طول الورقة. انت كمان ممكن تتحداهم اكتر وتقول لهم بقى خلينا نقول البنود من الاخر للاول. بالمناسبة بعد ما اتدربت روح جرب كده الاختبار الاول اللي كنا منزلينه قبل كده، وقارن بين درجتك اللي هتجيبها دلوقتي والدرجة اللي انت جبتها قبل كده، وسيب لي كومنت بدرجتك اللي هتجيبها بعد ما اتدربت، وقارن ما بين الدرجة دي والدرجة اللي كنت جايبها في الاول قبل ما تعرف اي حاجة عن الموضوع ده. عايز اشوف الفرق ما بين الدرجتين. وده كان كل حاجة معانا النهاردة، اشوفكم في فيديو جديد على خير، سلام عليكم.